ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناه نيمو دايز. كنت قاعده لا بيا ولا عليا. ماما قالت لي مش عارفه هنتغدوا ايه النهارده يا بنتي. قلت لها عيوني يا ست الكل، ادخلي صلي انت بسرعه بس حضر لك احلى اكل. جريت بسرعه. قلت هعمل ايه النهارده؟ قلت اعمل فتة الشاورما السوري، بس اكلم مين؟ اعرف الطريقه من مين؟ قلت اكلم صاحبتي اللي في سوريا. اتصلت بيها، ازيك يا روحي عامله ايه؟ يلا قولي لي بسرعه طريقه فتة الشاورما السوري. قالت لي عيوني. قلت لها تقبرني عيونك، يلا بسرعه قولها لي. قالت لي طب هاتي كده ورقه وقلم وتعالي اقعدي معايا. قلت لها اهم حاجه اللي انت تقولي الطريقه بسرعه واعملها قبل ما ماما تخلص صلاه. قالت لي طبعا هتعمليها على طول. قلت لها طيب انا رايحه اجيب ورقه وقلم، يلا بينا. اول حاجه قالت لي هاتي العيش وقطعيه كده ترنشات صغيره، وبعد ما تقطعيه حطيه في صينيه وحطي عليه حته سمنه صغيره ودخليه في الفرن تحت الشوايه على طول، وافضلي قلبيه من وقت للتاني من وقت للتاني لحد ما يحرمش معاكي. قالت لي هاتي اي مقدار من الفراخ وقطعيه ترنشات بس تكوني غسلاه كويس جدا، وحطي عليه معلقه من البابريكا ومعلقه من السبع بهارات ومعلقه كاري ومعلقه كركم، ولو عندك مرقه دجاجه حطيها. قلت لها طبعا عندي هحطها، ما احطهاش ليه؟ وزي ما انتم شايفين كده جبت مرقه الدجاج ورحت فركها بايدي. وهاتي ليمون وعصري. قلت لها طيب مفيش اكتر من ليمون. فضلت اعصر في ليمون، عصرت ليمونه ونص زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وجبت بالظبط 4 فصوص من الثوم المفرومين ورحت حطاهم. الثوم بيدي نكهه تحفه وريحه تدوخ. وقعدت اقلب زي ما انتم شايفين كده. كل ده عماله ابص على ماما اشوفها خلصت صلاه ولا لا. الحمد لله كانت لسه بتصلي. قالت لي اوعي تنسي العيش في الفرن. قلت لها احيه ابدا ما اقدرش انساه، ده انا شاطره ولا هلوبه. وزي ما انتم شايفين العيش تحفه. قالت لي نسيت اقول لك اوعي تنسي تحطي حبه كمون كده صغيرين وحبه قرفه، القرفه بالطعم قوي. قالت لي اوعي تنسي بقى تعملي الرز البسمتي. قلت لها لا لحد هنا وستوب، الرز البسمتي غالي قوي، انا ما عنديش غير الرز العادي وانا بحب اجود، فما تتكلميش بقى، انا اللي هعمل الرز على طريقتي. قالت لي وماله انت حره. قلت لها حره طبعا، البس اللي يعجب الناس وكل اللي يعجبك. قالت لي براحتك. جبت الرز حطيت عليه حبه سمنه او السمنه حطيت عليها حبه رز وقعدت اقلب زي ما انتم شايفين، وحطيت كل البهارات اللي حطيتها على الفراخ، بابريكا وكاري وكركم وجنزبيل وقرفه. كل الحاجه اللي حطيتها البهارات اللي حطيتها على الفراخ حطيتها برضو على الرز بتاعي. طبعا عايزه تعمليه برز بسمتي انت حره، رز غالي براحتك. تمام. وابتديت اللي انا اقلب زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وطبعا اوعى تنسوا الملح. في ناس هتقولي ايه ده شبه رز السمك. يا حبيبتي شبهه بس مش طعمه. رز السمك مش بيتحط له كل التوابل دي. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. كوبايتين الرز عليهم كوبايتين ميه، لكن لو رز بسمتي الموضوع بيختلف، كوبايه رز بسمتي عليها كوبايتين ميه. تمام. لكن ده الرز المصري بتاعنا والبلدي يوكل. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. حطيت الميه وهسيبه على الهادي. اول ما الميه تشرب هسيبه على الهادي. هنا بقى جبت معلقه من السمنه حطيت عليها حبه زيت صغيرين ونزلت بالفراخ بتاعتي. تمام. طبعا الفراخ عايزه تحطيها في التلاجة شويه نص ساعه اوكي، عايزه تستعمليها على طول اوكي، انا عملتها على طول زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا مش بقلب كتير عشان خاطر الفراخ ما تنزلش ميه. وطبعا الزيت معايا والسمنه كانوا سخنين. واسمعوا بقى صوت بقى الكشه دي، بحب صوتها قوي.
زي ما انتم شايفين كده خلاص الفراخ بتاعتي خلاص دخلت في السوا. صاحبتي قالت لي هاتي بصله كده كبيره قطعيها ترانشات او جوانح زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقلب 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 لحد ما البصل بتاعي يدبل خالص. هرجع لكم تاني. رحت اشوف ماما لسه بتصلي، لقيتها بتصلي. الحمد لله يا رب. ها عملتوا لايك ولا لسه؟ ما تنسونيش بقى في اللايك، يلا اعملوا لي بقى لايك. ها عملتوا لايك؟ اعملوا يلا، انا قاعده بقلب اهو. اعملوا لايك يلا. زي ما انتم شايفين كده نرجعوا لمرجوعنا. زي ما انتم شايفين خلاص كده تعتبر البصل خلاص دبل معايا. نزلت بقى ايه بفلفل كوبي كده وقعدت اقلب. في ناس بتحب بقى ايه الحراق، يا سلام بيبقى طعم قوي، بس انا عندي ما بياكلوهوش قوي. قلت ماشي بلاش حراق. في ناس بتحب الطماطم تتحط برضو، بس عندي برضو ما بياكلوهاش قوي قوي، فقلت ماشي برضو، اللي عايز يحط طماطم براحته، اللي عايز يحط حراق براحته برضو. وهنا كنت خلاص خلصت الاكله. حطيت حبه رز، حطيت حواليها الفراخ، وحطيت برضو العيش، وكانت بجد احلى شاورما دقتها في حياتي. حلوه جدا وطعمه جدا. وماما الحمد لله خلصت صلاه وكلنا واتبسطنا ولله الحمد. الف هنا وشفا علينا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ولو بتشوفوني على الفيس ما تنسوش بقى اللايك وتقولولي متابعيني منين. يلا اقول لكم باي.